يستمر القطار الأهلاوي في حصد النقاط الثلاث لتاني مباراة على التوالي في افتتاحية الدوري ضد ذئاب الجبل نادي المقاولين العرب، وذلك بعد الفوز عليهم بنتيجة 2-0 مع الرحمة. مارتن يول أقصد حسام البدري ابتدى اللقاء بطريقة 4-2-3-1 في حراسة المرمى شريف إكرامي، باك يمين أحمد فتحي، قلبين دفاع محمد نجيب وسعد سمير، وباك شمال النسر التونسي علي معلول، قدامهم غالي وعاشور، قدامهم في النص خيال عبد الله السعيد، على يمينه وليد سليمان، وعلى شماله خلينا مؤدبين ونقول خيال مؤمن زكريا برضو، وكلهم تحت راس حربة وحيد خيال عمرو جمال. والله خيالتوني. الاهلي نزل مندفع جدا ومتحفز علشان يخطف الجول الاول زي ما بيقولوا او يخض المقاولين، وعملوا جملة عظيمة جدا ما بين وليد ومؤمن زكريا اللي بدلوا اماكنهم مع بعض في الدقيقة 2 من الشوط الاول، والجملة دي انتهت بقلشة مؤمن زكريا. مؤمن ده لو ركز شوية في الكور اللي بتجيله هيبقى هداف الدوري مستريح والله، بس هو متسرع ومش مركز. بعد الجملة دي الاهلي عمل استحواذ تام على الكورة، نفس اللي عمله بالظبط في ماتش الاسماعيلي، وبرضه كان استحواذ سلبي، وتحضير الهجمات كان بطيء جدا لدرجة ان تاني مرة الاهلي يوصل فيها لمنطقة جزاء المقاولين كانت في الدقيقة 16، يعني بعد مرور ربع ساعة تقريبا تحضير. جالنا كورنر في الدقيقة 16، علي معلول بالتخصص نفذها بكل اتقان بس على القريبة، خدنا منها كورنر تاني، قام علي معلول منفذها بس المرة دي على البعيدة، وسجل منها محمد نجيب بعد اندفاع من الخلف للأمام ولا أروع. خلونا شوية مع علي معلول وركنياته. معلول لما نفذ الركنية الأولى كل لعيبة المقاولين اتكتلوا على القريبة وطلعوها، وفضلوا واقفين على القريبة في مكانهم في تمركز خاطئ للغاية. معلول نفسه لاحظ وقفتهم دي ولاحظ المساحة الفاضية اللي وراهم على البعيدة، فنفذ الركنية التانية على البعيدة، مع اندفاع محمد نجيب في التوقيت المظبوط أحرزنا الهدف الأول. في الدقيقة 36 بقى جالنا ركنية من نفس الجنب، وبالتخصص برضو راح لها علي معلول، بس المرة دي شاف تمركز لعيبة المقاولين قبل ما يلعبها، لقاهم واقفين صح، فما عرضهاش أصلا وخدعهم بالباص لعبد الله السعيد اللي اداها له تاني، فجهزها لوليد سليمان على خط ال 18 الفاضي تماما من الرقابة، بس للأسف شوطته خبطت في اللعيبة. طيب انت قصدك ايه يا هيما من الرغي ده كله في حتة معلول؟ اقصد ان لاعب الكورة دماغ، ممكن لاعب امكانياته تبقى عالية بس ما بيفكرش هيعمل ايه في الكورة، فبيهدر امكانياته ديت بسبب ان هو ما بيفكرش. انما علي معلول لاعب ذكي، بيعرف يلعب الكرة امتى ويلعبها فين ويلعبها لمين وازاي، مش زي اي لاعب بيجيله كورنر يروح لعبه جوه منطقة ال 18 ويقول لك خلاص انا كده عملت اللي عليا، سواء كان في اصلا مهاجمين او لا. يا ريت كل الناس اللي بتلعب الكور الثابتة في النادي يتعلموا من معلول. فضلت حتة الاستحواذ السلبي شغالة مع شوية هفوات من نص ملعب الاهلي ومدافعينه، ونادي المقاولين معرفش يستغلها بشكل كويس الحمد لله. في نقطة ما اتكلمتش فيها في فيديو ماتش الاسماعيلي علشان ما كنتش متأكد منها، وهي ان اللي مداري الدفاع عندنا وحميه من اخطاء الموسم اللي فات هي ان كابتن حسام البدري مدي تعليمات للعيبة بالضغط على الخصم من 18 الخصم نفسه، وده بيؤدي لغلط الخصم في كل بساطه وفي تحضير هجماته، وده اتأكد لنا النهاردة في اكتر من كورة ضغط فيها هجوم الاهلي على مدافعين المقاولين وما ادالهمش فرصة في بناء هجماتهم بشكل كويس، وبالتالي مفيش كور كتير كانت بتوصل اصلا لنص ملعبنا، وبالتالي برضو اخطاء المدافعين عندنا قلت جدا. ده غير ان لما الكورة بتبقى معانا خط الدفاع بيضم على خط الوسط المدافع وبيردم اي مساحة ما بين الخطين، وبيعمل صعوبة للفريق اللي قدامنا في بناء هجماته بشكل سليم. ولما الكورة بتبقى مع الخصم بيحصل العكس، خط وسط المدافع عندنا بيضم على خط الدفاع وبرضه بيقتل اي مساحة بين الخطين، وبيعمل كثافة عددية في الدفاع يصعب تخطيها. في الدقيقة 43 حسام عاشور كان مقفول عليه التمرير، واللي فتحهوله هو علي معلول بتحركه في المساحة الفاضية ورا الباك يمين بتاع المقاولين، والتحرك ده كنا مفتقدينه جدا قبل ما يجي علي معلول، بغض النظر عن ان مؤمن ضيعها كالعادة، ولكن علي معلول باك شمال بيفك ازمات هجومية كتير جدا، وافتكروا الكلمة دي. الشوط التاني بقى بدايته كانت غير الشوط الاول تماما، لعيبة المقاولين هي اللي نزلت مندفعة واكتر حماسة واستحواذ في اول حوالي 7 أو 10 دقايق، ولولا ستر ربنا كان زمانهم متعادلين بكورة محمود شعبان المتعب اللي طلعت فوق العرض.
الدقيقة 56 البدري عمل تغيير طلع فيه عمرو جمال ونزل جون أنطوي. عمرو واضح انه كان زعلان جدا من التغيير ده. انا عن نفسي شايف ان اللي يزعل من تغييره ده شخص يكون مقطع نفسه وبيلعب كويس وبيجيب اهداف جوه الملعب، خصوصا لو كان مهاجم. وعمرو جمال عمل عكس كل اللي فات ده، يبقى ليه بقى تزعل يا عمرو؟ أنطوي لما نزل يا عمرو عمل باص واحد لفتحي، منها اسيست لعبد الله السعيد، جبنا منه الجول التاني. انت لازم تراجع نفسك، لان لو المدير الفني صبر عليك ماتش او ماتشين مش هيصبر عليك اكتر من كده. خد بالك مروان راجع قريب من الاصابة وباصص على المكان ده كويس، يا ريت تراجع نفسك يا عمرو. بمناسبة الجول التاني، عبد الله السعيد ما جاش الماتش ده اساسا، ولولا التحرك اللي عمله في الهدف التاني فعلا كان هيبقى اسوأ ماتشاته مع النادي الاهلي. وده هيرجعنا لنقطة ان لاعب كرة القدم لازم يكون ذكي وبيشغل دماغه. عبد الله اول لما شاف انطوي بره ال 18 وبيباصي لاحمد فتحي، عمل سبرنت وخد مكان جون انطوي كراس حربة جوه ال 18، وجاب الهدف مستريح بدون اي رقابة بعد اسيست متقن جدا من احمد فتحي. وده بيدل على ان حتى لو لاعب كبير بعيد عن مستواه في ماتش معين بس شغل دماغه في كورة واحدة بس ممكن يعمل الفارق. تحركات جون أنطوي بعد نزوله على طول وفعاليته المفروض ان هي تجبر حسام البدري من ماتش وادي دجلة انه يبدأ بيه على حساب عمرو جمال. أنطوي في فترة بسيطة جوه الملعب عمل اسيست مع فتحي وعمل هجمتين خطيرتين بتحركه، وده اللي عمرو جمال ما عملهوش طوال 56 دقيقة لعب كاملة. يا سلام عليك يا كابيتانو وانت فايق ورايق، ويا سلام عليك يا مؤمن وانت مش اناني، ويا سلام عليك وعلى تحركاتك يا معلول. ومعلش المرة دي ما جاتش، بس ان شاء الله المرة الجاية هتيجي. مش بقول لكم يا جماعة علي معلول باك شمال بيفك ازمات هجومية كتير. علي معلول ناقصه سن التركيز بسيطة في الحتة الدفاعية ويبقى الباك شمال المثالي في النادي الاهلي، وده ان شاء الله باذن الله بيجي مع الوقت. شوية ملاحظات بسيطة على بعض اللعيبة. يا شريف لو سمحت ما تتقدمش قوي كده في الكور الثابتة، لان الكرة دي لو كانت جامدة شوية كانت زمانها دخلت فيك جول، وانت مش ناقص غلطات ساذجة زي دي. احلى ماتش اشوفه الفتحي من ناحية العرضيات من مدة كبيرة قوي. العرضيات من وضع حركة بالذات، العرضية بتطلع من رجلك بالمقاس، ولو كان عندنا مهاجمين الهيدنج عندهم عالي شوية كنا هنجيب اهداف كتيرة. يا ريت تثبت على كده يا جوكر. لما بتبقى فايق يا غالي بتكون احسن هاف ديفندر في مصر، لانك مميز في الدفاع وفي نقل الهجمات من الدفاع للهجوم ومهاري. يا رب تكمل الموسم ده كله بمستواك ده. ماتش للنسيان بالنسبه لك يا عبد الله، لا تحركات ولا شوط ولا اسيستات. انا اصلا ما شفتكش في الملعب غير في الجول اللي انت جبته. يا ريت ترجع لنا عبد الله بتاع ماتش الاسماعيلي من الماتش اللي جاي. مؤمن زكريا وعمرو جمال، انتم الاتنين لازم تركزوا وتقعدوا مع نفسكم وتراجعوا حساباتكم، لان رصيدكم كل ماتش بيقل عند جمهور النادي الاهلي. وبكل صراحة انا كنت مختلف مع البدري في تغيير وليد سليمان ونزول كريم ندفد. كان الاولى بالخروج مؤمن زكريا اللي ما كانش مركز.
اخيرا يا شباب، الف شكر على الدعم والمساندة الدائمة منكم، وانا عايزكم تشاركوني في كل حلقة بصراحة. وعشان كده انا ناوي باذن الله ان انا اضيف فقرة كدهوت صغيرة خاصة بيكم من حلقة ماتش وادي دجلة اللي جاي ان شاء الله. الفقرة دي عبارة عن ان انا هاخد احسن 3 تعليقات شفتهم على الفيديو القديم اللي هو هيبقى الفيديو ده، واحطهم في الفيديو الجديد. عشان كده عايزكم تبدعوا النهارده في تعليقاتكم تحت الفيديو ده. مين عارف، ممكن تعليقك يطلع في الفيديو اللي جاي. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تنسوش تعملوا لها شير في الخير، ولايك على الفيديو علشان يحفزني اني اكمل وما بطلش اعمل فيديوهات، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. ولو عايزين توصلوا لي شخصيا هتلاقوا كل اكونتاتي الشخصية في صندوق الديسكريبشن تحت، وكل اللينكات اللي انتم محتاجينها هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. كان معاكم ابراهيم شعد اللي هو هيما تيوب. اشوفكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله. سلام.